مفاجآت في قائمة النادي الأهلي لمواجهة نادي العين الإماراتي في الماتش اللي هيبقى الأصعب للنادي الأهلي في خلال السنة دي. عندنا أمر القندوسي انتهى وعلي معلول. إيه الموضوع؟ والكابتن محمد رمضان مش ساكت، وعضو سابق في اتحاد الكرة المصري يقول شوية فضايح زي الفل. أهلا بيكم في استوديو الكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو، تعمل شير، ولو أنت مش مشترك في القناة تشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكورة. نبتدي بقائمة النادي الأهلي والمفاجآت اللي موجودة فيها. أول مفاجأة عندك هو استبعاد يوسف أيمن، اللي هو بقوانين الفيفا وقوانين حماية اللاعبين هيتم استبعاده بسبب إصابة ارتجاج المخ اللي كان بيلعب أو اتصاب فيها في خلال مباراة السوبر قدام نادي الزمالك. مش بس كده، كهربا اللي راجع وبقوة وينضم لقائمة النادي الأهلي، وتدريبات كهربا على أعلى مستوى وباور مش طبيعي بعد العودة. وكمان اخيرا اشرف داري في قائمه النادي الاهلي لمباراه العين. الماتش اللي هيبقى الاصعب على النادي الاهلي السنه دي، اصعب من ماتش الزمالك ده حقيقي، ومن ماتش السوبر ومن ماتش المصري والافريقي. فريق صعب جدا، فريق قوي جدا، فريق هجوميا قوي جدا، فريق نجومه كتيره، فريق متكامل او شبه متكامل. يعيبه الضعف الدفاع وضعف حارس المرمى بنسبه ما، انما على المجمل فريق اداؤه الهجومي عبقري وقوي مع المهاجم العالمي اللي كل الناس عارفاه، هيرنان كريسبو، مدرب المنتخب، مدرب اوريدي نادي العين الاماراتي وملاعب المنتخب الارجنتيني السابق، اللي ما فيش خلاف عليه. يعني كريسبو كمهاجم كان تاريخ واسطوره. محمد الشناوي النهارده في تصريح قوي جدا قال لك هدفنا الوصول لنهائي البطوله، وان احنا نلاعب ريال مدريد على نهائي اللقب. الوقت جه ان احنا نقدر نعمل كده. مباراة العين مباراة مهمة جدا وصعبة جدا، واحنا هناخد كل مباراة خطوة بخطوة ومش هنبص للي بعد كده. بس هدفنا الرئيسي في تصريح الشناوي هو الوصول للنهائي، وان احنا نلعب ريال مدريد. تصريح قوي، اتمنى اللعيبة تكون قد التصريح ده، والنادي الاهلي شرفنا، وان شاء الله هيبقى ماتش صعب. انا شايفه لان هو اول خطوه هيبقى صعب قوي 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 قوي. بس جمهور النادي الاهلي الكامل على ملعب استاد القاهره، على ملعبنا ملعب النادي الاهلي، الامور ان شاء الله تفرق بقوه الجمهور، واللعيبه تركيزها يبقى اقوى من الطبيعي، يفرق اداء اللعيبه ان شاء الله. دلوقتي بقى الكابتن محمد رمضان مش ساكت. ايه مش ساكت؟ اول حاجه قال لك يلا بينا قندوسي، وقصه قندوسي اتقفلت، وقندوسي رسميا رحل على النادي الاهلي، وتم الاتفاق على شروط البيع ما بين النادي الاهلي ونادي سيراميكا كليوباترا، بيع قندوسي بيع نهائي. طيب، خد بقى بعد كده. الراجل مش ساكت، قال لك تعيين معد نفسي للفريق، راجل خبره، راجل سنين طويله في الكره الطايره، راجل معاه دكتوراه، وراجل معاه كل درجات المهنيه الخاصه بالطب النفسي الرياضي وخلافه. راجل يفرق كتير، وراجل من ابناء النادي الاهلي. خد بقى التصريح الاقوى اللي فيه البلبله كلها. ايه البلبله كلها؟ علي معلول. علي معلول، لو نفتكر ان الاتفاق والتجديد لعلي معلول هو تكريما، بس كان في شويه تفاصيل واتفاق ان علي معلول كان هيرجع من الاصابه، ياخد فتره تاهيل لمده اسبوعين 3 اسابيع، وبعد كده يتحكم على مستواه. ولو مستواه الفني خلاص على نفس المستوى والقوه بتاعت علي معلول، يا علي معلول يكمل مع النادي الاهلي، ما ينتهيش الامر على كده. لكن للاسف تصريح الكابتن محمد رمضان قال لك ان علي معلول اخر موسم ليه مع النادي الاهلي هو الموسم ده. والباب الوحيد والجمله الوحيده اللي ممكن يبقى فيها كلام ان كولر يقتنع بالمستوى الفني لعلي معلول ويقول ان هو يكمل. يعني علي معلول يستاهل اكتر من كده من النادي الاهلي. ومع احترامنا بقى للكابتن محمد رمضان ولا غير، ولا الكابتن محمود الخطيب حتى شخصيا، الراجل قدم كتير قوي، فمن حقه انه يقدر يكمل. يقدر يكمل، يقدر يكمل. الراجل بيلعب بكل باور وبكل روح، وقائد من قائده النادي الاهلي دلوقتي رسميا، فمفيش خلاف على تاريخه، على يعني مساهماته مع بطولات النادي الاهلي ومساهماته التهديفيه والاسيستات. يعني مش باك شمال، الراجل مهاجم صراحه. فعلي معلول يستاهل افضل من كده. اتمنى علي معلول لما يرجع من الاصابه، وهيرجع في شهر 11، في نص شهر 11 تقريبا، ياخد فتره التاهيل اللي احتاجها ويرجع، وكولر ان شاء الله مليون في الميه بنسبه كبيره هيقتنع بيه، وعلي معلول يكمل ويقدم المستوى المطلوب منه وزياده وزياده وزياده. اخر تصريح بقى للكابتن محمد رمضان، قال لك اي محترف. اولا هو علق على الصفقات خلال ال5 سنين الاخيره، وقال ان الصفقات معظمها لم يرتقي لمستوى النادي الاهلي، ولم يرتقي للمبالغ اللي اتدفعت للعيبه، سواء للتعاقد مع انديتها ولا الرواتب اللي بياخدها اللاعبين. وقال لك بالنص اي لعيب مش هيقدم مقابل القيمه اللي بياخدها ويتقاضاها كراتب من النادي الاهلي هيتم بيعه فورا دون النظر لاي حاجه.
يعني عشان تكمل كمحترف في النادي الاهلي لازم تقدم اعتماد اوراقك الكامل والمستمر عشان تحافظ على مكانك في النادي الاهلي. تصريح قوي ومهم، واتمنى يكون ايجابي مش سلبي على المحترفين في النادي الاهلي. نيجي بقى للاستاذ محمود الشامي، عضو اتحاد الكره السابق واللي كان موجود لفتره كامله مع الاتحاد السابق الاتحاد المصري لكره القدم. لما الراجل يدخل في لقاء مع الكابتن ابراهيم فايق في امبارح ويجي يتكلم يقول لك ان انا تدخلت شخصيا في تعيين 5 مديرين فنيين لقطاعات الناشئين في منتخب مصر او لمنتخبات الشباب والفئات السنيه، وكمان ان اللاعبين بيتم اختيارهم طبقا للهدايا اللي بتدفع وبتتقدم. احنا في فضيحه جديده لاتحاد الكوره، واعتقد لمسينها في الكره المصريه بشكل حلو قوي، بشكل كويس قوي ما شاء الله. عشان كده عندك مشاكل في تدرجات المنتخبات كلها والفئات السنيه اللي تحت، عشان كده مفيش محترفين بيجوا من بره، عشان كده اللعيبه الكويسه مش متشافه، عشان كده انت ما عندكش تصعيد لعيبه صغيره في الدوري، عشان محسوبيه لدرجه ان انت خلاص عشان مش في الاتحاد تطلع تقول بالطريقه دي على الملأ كان في فساد كذا وانا معين 5، واللعيبه بتخش تخش المنتخبات بالهدايا وبالمرضيه والدنيا الحلوه والمحبه. يا راجل مش كده، والله عيب 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 يعني للصبح ان يكون اتحاد كوره في الكلام ده كله. وبعد كده يجي نعيب على اللعيبه اللي بتعترض وعلى الانديه اللي بتتكلم ومفيش احترام للقوانين ولا اللوائح. ما انتوا اللي خاربينها، انا اسف، انتوا اللي سايقينها، وبيطلع من جوه اهو زي الفل الكلام والدنيا تمام. ما علينا، كفايه والله مواضيع اتحاد الكوره دي بتحرق الدم. نرجع بقى لاداء اللعيبه المحترفين. عندنا الكينج مو صلاح بيسجل هدف التعادل لليفربول في ملعب الجانرز، ملعب الارسنال على ملعبهم الاميريتس ستاديوم، وما يخليش الارسنال يكسب اللقاء، لا يتعادل لليفربول، واداء مستمر بقوه. وفاضل هدف لمحمد صلاح ويعدي روبي فولر اللي متساوي معاه بنفس النتائج مساهمات التهديفيه او تسجيل الاهداف، وصلاح هيعديه ان شاء الله بالهدف اللي جاي. بدل ما هو ال 92 163 هدف على مدار الدوري الانجليزي، صلاح ان شاء الله يتخطاه يبقى 164 ويقرب من تيري اونري ل 175 هدف في مواسمه مع نادي ارسنال. محمد عبد المنعم كمان ما شاء الله ثالث ماتش اساسي على التوالي، ماتش قدام موناكو، يبقى اعلى تقييم في دفاع نادي نيس في ال3 مباريات، يشيل كرة من على خط المرمى، الكور التدخلات الهوائيه 3 كور من 3 كور، ما شاء الله عبد المنعم داخل وبقوه. نتمنى له الثبات والتركيز يا منعم، ان شاء الله هيبقى من اقوى مدافعين الدوري الفرنسي ويمكن في اوروبا كلها. الموسم الجاي محمد عبد المنعم لو استمر على كده هتشوفوه في نادي من التوب ليفل. عبد المنعم يستاهل كل خير، لعيب محترم، اللغه هتفرق معاه، التركيز هيفرق معاه، ينتظم تماما، وان شاء الله يبقى في حته تانيه خالص. قبل نهايه الحلقه نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله مباراه بكره تكون قويه ويكون اداء قوي من النادي الاهلي في المباريات الصعبه كالعاده، ونتمنى الفوز بنتيجه محترمه للنادي الاهلي. فضلا وليس امرا، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل شير، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك عشان يجي لك كل جديد من استوديو الكوره. كنتم مع استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.